السلام عليكم، معكم جاسمين إبراهيم من قناة لولي كرافت ستوليب. أهلا وسهلا بكل متابعيني من داخل ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. النهاردة ما هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي، وهنعمل حاجات جميلة جدا. حاجات احنا بنحتاجها، وبدل ما نشتريها من بره هنعملها بنفسنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين قطع الخشب دي، انا هعمل منها كوسترات. بنحتاج طبعا الكوستر اللي هو بيتحط تحت الاواني الساخنه، طبق سخن مثلا او كده على السفره عشان ما يبقاش منها الازاز. فطبعا بدل ما نحطها على السفره كده على طول بنحتاج حاجه تحتها. فهنا انا معايا قطع الخشب دي قصيتها بالشكل ده، وطبعا مش هستخدمها كده على طول بالشكل بتاعها، هحاول اجملها شويه. معايا كمان قماش جوخ، للي ما يعرفش قماش الجوخ، ده قماش لشغل الهاند ميد، وممكن نعمل بيه انشطه للاطفال وكده. اللي متابعني من زمان هيعرف ان انا بشتغل بيه، وكنت بعمل كتب وانشطه للاطفال في الفيديوهات القديمه، لو نزلتوا تحت في القناه هتشوفوها. جميله جدا. هو ميزته ان هو مش بينسل، مش بيطلع خيوط كده، فسهل في الشغل وسهل في الاستخدام. دلوقتي طبعا هتشتروه منين القماش ده؟ القماش ده رخيص جدا جدا، المتر تقريبا ب4 جنيه او حاجه. ده مش قماش الجوخ اللي في المحلات القماش بتاع الملابس، لا، التاني ده غالي جدا. ده هتلاقوه عند محل الاكسسوارات وشغل الهاند ميد. هنتابع مع بعض الفيديو. دلوقتي انا جبت قطعه قماش كبيره، وهقيس على قد قطعه الخشب. معايا القلم اللي بحدد بيه. طبعا انا عشان شغاله في شغل الهاند ميد فبعمل كده على طول، انما انتوا عايزين الحاجه مظبوطه ممكن نستخدم المسطره ونقيس بالظبط. هناخد مقاس اكبر من مقاس الخشب، عشان لسه هنتني القماش على الخشب كده عشان نغلفه. لان الخشب ده بيطلع فلافيت، فطبعا انا مش هعرف استخدمه كده نهائي. الكوستر ده حلو قوي 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 يعني. هيحمي الازاز بتاعنا، يعني حتى لو عندك مثلا صينيه بايركس او طبق بايركس او حاجه هتحطيها منها الازاز على طول كده غلط. فدي هتبقى جميله جدا وعمليه جدا، وهنعمل عليها اشكال تحفه. تابعوا الفيديو لحد الاخر. هنا بعد ما قصينا القماش بنفس الشكل بتاع الخشب بس مقاس اكبر. تابعوا معايا شوفوا انا هعمل ايه. دلوقتي هنستخدم مسدس الشمع، بيلزق القماش ده كويس جدا، وهنتني بالشكل ده، هنغلف الخشب بالشكل ده. تابعوا معايا وكملوا الفيديو للاخر. هنحط كده واحده واحده وبالراحه، لان الشمع ده بيبقى سخن جدا. وهنجرب نعمل التانية كمان. هنحط شمع بالراحه خالص على مهلنا عشان ما نتلسعش. هنغلف كل الجناب بالقماش. القماش ده يا جماعة سعره رخيص جدا جدا جدا، مش مكلف خالص. هنا انا عملت واحدة تانية ملحقتش اصور الاولانية بصراحة، فهنجرب مع بعض دي. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو واصور كل اللي انا هعمله، فايه يعني تابعوا معايا كده واحدة واحدة. بحط من هنا عشان اثبت القماش عشان ما يتحركش مني، بحط على الناحية دي زي ما انتم شايفين بالراحة خالص، واضغط عليها كويس عشان تلزق وتمسك باحكام. هنبدأ نلف كل الجناب بالشمع ونغلفها كويس. تابعوا معايا. تمام، هنا كده بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين هتبقى بالشكل ده. عملنا 4 قطع، غلفناهم من فوق.
طبعا احنا مش هنسيبها كده، لازم نعمل فينش كويس. الشغل بتاعنا لازم يبقى كويس ومقبول. دلوقتي هنجيب قطعة مربعة كمان عشان نغلف الظهر، عشان ما يبقاش الخشب باين. هنرسم عليها بالقلم مقاس الخشب بالظبط. مقاس مش هناخد مقاس اكبر، لا، عشان مش هنتنيها لفوق. هناخد مقاس الخشب بالظبط وهنلزقها ونغلف القطعة الكوستر كلها، قطعة الخشب كلها تبقى مفيش اي خشب باين. هنبدأ نقصها كده بالشكل ده، ونحاول نقص مظبوط على قد الرسمة عشان ما يطلعش عندنا زيادات او اي حاجة تبقى شكلها مش لطيف. هنقص زي ما احنا رسمنا بالظبط. هتبقى معانا النتيجة دي بالشكل ده. هنجيب معانا الكوسترات بتاعتنا وهنغلف الظهر، نحاول نظبطها على قد ما نقدر ونعملها بالظبط زي ما احنا قايسين بالقلم. هنبدأ نحط شمع من النص عشان ما تتحركش معانا، وبعدين نبدأ نلزق كل الجناب. هنعمل كل الاشكال بتاعتنا بنفس الطريقة دي على مهلكوا خالص، وحاولوا تشتغلوا بالراحة. هنا خلصنا اخر واحدة وبقى ده شكلهم. دي بقى صور الاشكال اللي هعملها عليه، لان مش هسيبهم كده سادة. انا جمعت لكم هنا شوية صور جميلة قوي قوي، اشكال جميلة قوي يعني، تحفة تحفة. دي كلها هنعملها بقماش الجوخ اللي معانا، زي ما انتم شايفين. اشكال حلوة قوي. الاشكال دي كلها انا جايباها من برنامج بنترست. لو تعرفوا تشتركوا فيه يعني هتلاقوا فيه افكار جميلة جدا، وكل حاجة تتخيلوها من ازياء بقى وموضة وتصاميم، كل حاجة كل حاجة. اي حاجة عايزين تتعلموها، عايزين ليها اشكال او صور، هتلاقوها في البرنامج بتاع بنترست. طبعا هنا اشكال فاكهة كتير عجباني قوي، مثلا شكل التفاحة ده وشكل الدوناتس، في شكل الفراولة، في شكل الكيوي والحاجات الجميلة قوي ديت يعني. شوفوا يعني اشكال تحفة قوي. احنا نختار سوا مع بعض مجموعة اشكال ونحاول نعملها، وهنا صور بالخطوات كمان. يعني البرنامج ده بيسهل علينا حاجات كتير قوي يعني.
زي ما انتم شايفين دلوقتي شكل القطعة بعد ما غلفناها من ورا ومن قدام هتبقى بالشكل ده. ودي هنا الصور دي انا طبعتها، دي اللي انا اخترتها. ده للناس اللي مش بتعرف ترسم. تمام، هتطبعوا الشكل اللي انتوا هتختاروه على ورق وتقصوا الورق، وبعدين تاخدوا الشكل اللي انتوا قصيتوه وتحاولوا تقصوه على القماش. طبعا دي كلها تفاصيل انا مرضتش اصورها في الفيديو عشان هتاخد وقت، فانا هوريكم خطوات بسيطة. انا مش عايزه اطول عليكم والله. بس انا عشان بعرف ارسم، لان انا مش هرسم، انا مش هقص واقعد اعمل كده، انا برسم على القماش على طول يعني. بس ده للناس المبتدئه اللي مش بتعرف ترسم. هتطبعي الشكل على الورقه، مش لازم تطبعي الوان، ممكن تطبعي ابيض واسود، المهم الشكل الخارجي عشان يبقى معاكي باترون تقيسي عليه، عشان الشكل معاكي يطلع مظبوط والرسمه تطلع مظبوطه. دلوقتي انا بقص دلوقتي مثلا شكل الدونتس، هنقصه كله كده ونحاول نظبطه ونظبط مكانه ونشوف احنا عايزين نحطه فين. هنقص الشكل الخارجي ده، وبعد ما نقص الشكل الخارجي ده على القماش نفس المقاس، هنقص تاني الورقة دي، نقص الشكل اللي جوه، الشكل البامبا اللي جوه المعوج ده، ناخده نحطه على لون القماش المناسب ليه اللي احنا عايزينه ونقص عليه. يعني بعد ما نقص الشكل الخارجي على القماش، قطعة القماش اللي باللون اللي احنا عايزينه، هنبدأ نقص الورقة تاني، نقص الشكل اللي جوه، يعني نقص واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا عايزين بقى، نحط شكل واحد، نحط شكلين، بس نحاول ما نخليش الاشكال كتير قوي قوي عشان ما تبقاش طبقات عالية، عشان ما تدلقش مثلا الاطباق او كده. هنا انا قصيت ده الشكل دوناتس، دي القطعة الاولانية خالص اللي هتبقى تحت، وديت القطعة المعوجة مثلا اللي هي زي الصوص مثلا اللي على الدوناتس، ودي الديكوريشن بقى، يعني الحاجات بتاعتها، الديكور بتاع الدوناتس. هتابعوا معايا وشوفوا انا عملت ايه. انا هنا رسمت بالقلم على طول على القماش يا جماعة، انا بعرف ارسم الحمد لله. اللي مش بيعرف يرسم هيطبع على الورق ويقص من الورق ويقيس على الباترون، يعني ده يعتبر باترون هتقيسوا عليه. زي ما انتم شايفين ادي الشكل الاولاني، هنلزق بالراحه خالص. انا عملت واحده بس في النص كده، هلزقها بالشمع. بنلزق من جوه الاول بعدين بره، اهم حاجه نثبت الشكل بتاعنا مظبوط وما تخافوش، ما تخافوش خالص. الشمع ده مش هيحصل له حاجه، ولا هيفك من الحراره مثلا ولا من السخونيه، بالعكس ده متين جدا. والقماش ده حلو قوي قوي قوي، واشكاله والوانه جميله جدا. هنا هنلزق الشكل التاني اللي فوق اللي هو الصوص. انا اخترت الالوان دي عجبتني جدا، والقماش اصلا نفسه بيبقى فيه الوان تحفه قوي، بتبقى الوان كتير. هنثبت بالراحه، بنثبت من جوه الاول بعدين نثبت الاطراف من بره. معانا هنا الاشكال الصغيره دي اللي هي الشوكولاته بقى يعني، والديكوريشن بتاع الدوناتس دي بتديها شكل حلو قوي قوي قوي. انا اخترت مجموعه الوان كده جميله قوي يعني، والشكل النهائي هيبقى تحفه. زي ما انتم شايفين هنلزق بالراحه جدا، والحاجات دي ما بتفكش لان الشمع بيلزق كويس قوي مع القماش ده. وصلنا هنا للشكل النهائي زي ما انتم شايفين، حاجة رقيقة جدا وشيك وبسيطة وما خدتش منها اي وقت ولا اي مجهود. بنحاول نشيل الزيادات بتاع الشمع الزيادة. هنا بقى الشكل التاني شكل احلى واحلى واحلى. ده شكل الجريب فروت تقريبا، انا خلاص قصيته. طبعا زي ما قلت لكم هنقص الورق الاول، ونبدأ نقص الورق على القماش، نقيس
مقاس الورق على القماش. انا هنا ببدأ الزق القطعة الاولانية زي ما احنا شايفين، وبعدين القطعة التانية نلزق فوقها، وبنبدأ نلزق من جوه الاول وبعدين نلزق الاطراف ونثبت كل حاجة كويس. وزي ما احنا قلنا الشمع ده مش بيفك. هنبدأ نلزق مع بعض الفصوص دي، فصوص الجريب فروت. هنلزق اول واحد بس وبعدين نظبط الباقيين وبعدين نلزقهم واحدة واحدة. هنشوف مع بعض كده وامشوا معايا خطوة خطوة، لان لو لزقت كده على طول ورا بعض وكده ممكن يبوظ مني، ممكن تطلع واحدة ملهاش مكان، ممكن يطلعوا معوجين. فانا هظبط مكانهم الاول زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة، وبعدين اشيل كل واحدة الزق مكانها. زي ما انتوا شايفين انا بحاول اظبط عشان في واحدة كمان زيادة لسه ما اتحطتش. انا لو كنت لزقت من الاول كده بسرعة كانت الدنيا يعني هتبوظ خالص. فانا بظبط الاول كل واحدة جنب التانية عشان كله ياخد مكانه. ادي اخر واحدة هحطها وبعدين ابدأ الزق واحدة واحدة. بس كده الشكل خلاص مظبوط معانا، عشان الفينش والشكل النهائي يطلع برضو مظبوط. ابدأ الزق واحدة واحدة وكله يبقى تمام. وبقى كده معانا الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. قمر 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 بجد، يعني حاجة جميلة الله عليا، حلوة قوي. هنعمل الشكل اللي بعد كده، ده شكل تفاحة زي ما انتوا شفتوه في الصورة. هوريكم صورتها تاني. انا هنا اخترت شكل التفاحة ده، عجبني حلو. هنبدأ نعمله سوا. بنقص طبعا، هنقص الصورة الورقة، هنقص الشكل الخارجي الاول. انا عملته باللون الاخضر لان الخلفية احمر فلازم نراعي الالوان. قصيت الشكل الخارجي الاول بتاع التفاحة، وبعدين الشكل الابيض اللي جوه، وبعدين الورق وفي البذور. هنقص كل شكل لوحده ونبدأ نلزق بالشكل ده. هنلزق من جوه الاول وبعدين نلزق الاطراف. وده هنا الشكل النهائي للتفاحة، شكل جميل برضو حلو زي ما انتم شايفين. هنا الاشكال اللي عملناها
واو يعني. معانا هنا اخر شكل الفراولة ده. قصيناه ازاي بقى؟ قصينا قطعتين اتنين بشكل الفراولة، قطعتين قد بعض. هنا البذور انا قصيتها في الشكل الاحمر. بنطبق الورقة كده ونقص بالشكل ده، ونطبق برضو من حتة تانية ونقص بنفس الطريقة لحد ما تبقى يعني ايه فيها اخرام كتير كده. بدل ما اقص البذور حتت صغننة لونها اخضر وهحطها فوق والزقها فوق، لا انا كده اسهل بالنسبة لي بصراحة واحلى بكتير. دلوقتي القطعة الاخضر هتبقى تحت والقطعة الحمراء هتبقى فوق. هنلزق نثبت من الطرف من فوق من هنا الاول، هنثبتها كويس وبعدين نكمل براحتنا بقى. المهم نثبت الحتة اللي فوق دي عشان ما تتحركش مننا، ونبدأ نلزق واحدة واحدة. زي ما انتوا شايفين لزقنا كل حاجة تمام. اهم حاجة نتأكد ان احنا لزقنا كل حاجة عشان مفيش حاجة تفك مننا. كده بالظبط. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة قوي وعاملينها بايدينا، يعني حاجة هتفرحنا وتفرح اولادنا برضو، وهتبقى شكلها جميل قوي على السفرة. يعني شايفين؟ والقماش ده قماش الجوخ ده الوانه حلوة قوي قوي، وفي الوان كتير، كل الالوان اللي تتخيلوها. اتمنى الفكرة دي تكون عجبتكم واتمنى تجربوها، ومش مكلفة خالص. وينفع مشروع برضو كويس مربح. يعني لو جبنا مثلا كام متر قماش وعملنا شوية اشكال حلوين كده وعملنا كوسترات، وممكن نعمل كوسترات صغيرة لكوبايات الشاي يعني، ونعرضها مثلا، هيبقى مشروع حلو قوي. وانتي قاعدة في البيت، يعني لا خرجتي ولا اتبهدلتي ولا اي حاجة، مشروع من البيت. اتمنى تجربوها. ويا جماعه اشتركوا، يا جماعه اشتركوا يا جماعه. يعني الزرار الاحمر اللي تحت ده اللي لونه احمر ده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اضغطوا عليه. حاجه بسيطه خالص، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس واضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وهستنى رايكم في التعليقات لو الفكره عجبتكم. كان معكم جاسمين ابراهيم من قناه لولي كرافت ستولين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.